السلام عليكم حبيباتي، وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ميلانج جديد للشيب. اي وحده فيكم عندها الشيب 70% 90% او 100% بميلانج بسيط من لوريات وبتفتيح بسيط من البي ان، وانت تحصلتي على كولير فاتحه وغطيتي الشيب وتخلصتي من كامل مشاكل الشعر ويدوم ليك لفتره طويله. وراح نعطيكم واحد السر بسيط كي تستعملوه انتم راح تحسوا انه كل ما تغسلوا الشيب تاعكم مش راح يحول كيما العاده. نبدو على بركه الله. في اول حاجه لازم تعرفوها في الميلانج انه لازم يكون عندكم قاعده شعر شايبه 100% ولا 70% ولا 80%. تفهمنا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحضروا الخلطه تاعنا تاع البي ان، عبوه بي ان، عبوتين من الاكسيدون عيار 30 وزوز مغارف معمرين مليح بومبي تاع بلوندور. واذا عندك مزيله لون تقدري تبدلي البلوندور بمزيله اللون، ديري فقط ربع تيوب. راح تخلطيهم وما تخافيش مش راح ياثرك على شعرك لانه هذا تفتيح بالصبغه فقط. وتحطيهم على شعرك كامل، تخليه نصف ساعة. وإذا شعرك يعني تقدري تفتحي على مرتين، ثم تغسلي شعرك وتديري له مثلا كريم ولا بديل زيت. وغدوة من ذاك نبدو نحضروا الخليط تاعنا اللي هو بسيط جدا وبعبوتين، وانت تقدري تديريه في أي ماركة انت تحبها. راح نخليكم الأرقام والأسماء مكتوبة في الفيديو. أول عبوة واللي هي رقمها 11 قاهر الشيب. الرقم هذا كي تسمعوا برقم 11 هو أصلا وحده يغطي لك الشيب. مي احنا نحكوا باش كي تغسلي يبقى معك أكثر، راح نزيد لكم معاه رقم آخر. تصبي عبوة كاملة من رقم 11 وراح تصبي نصف من 3 في لوريات اللي هو شانتان فرونسي، وراح تصبي نفس الكمية أكسيدون عيار 20. ونعطيكم السر البسيط هنا وش هو باش يعني الشيب تاعكم كل ما تغسلي ما يحوشيك وما تبقيش تصبغي حتى شعرك يطيب. راح تديري حوالي 1 سنتيمتر من المصحة الأزرق اللي هو ترقيمه في لوريات 38. خلطنا الخلطة تاعنا حبيبتي، راح بعد نفتحوا شعرنا ويرجع لنا في الأورانج. وحتى إذا طبيعي درتي في الأورانج ديرها يخرجك يهبل البنات، يخرجك لون فاتح بدون ديكاباج. وانا كي نقول لكم ديكاباج معناها صح بدون ديكاباج، لانه الديكاباج هو عباره على بلوندور فقط واكسيدون، وقادر تفتحيه اكثر مره وما يعطيكش النتيجه، لكن هذا تفتيح بسيط. خلطي 11 كامله مع نصف 3 مع نفس الكميه اكسيدون عيار 20. واذا انت شعرك طبيعي وحابه تصبغيه تقدري تفتحي كما قلت لك وتديري لكن باكسيدون عيار 30 وخلي في شعرك حتى 45 دقيقه. هنا حبيبتي وش راح يصير؟ راح يخرج لك غامق ما تخلعيش. تقدري تغسلي مثلا كل 3 ايام 4 راح يحول لك ويوليك واحد الاشقر رمادي يهبل، وتقدري تعتمديه لتغطيه الشيب 100%. الان حنروحوا الناس عندهم شعرهم حساس، شعرهم مكسر، شعرهم جاف، راح يقولي ليندا احنا عندنا الشيب 100% وما نقدروش نديروا تفتيح البي ان. تقدي حبيبتي تعمليه فقط بتفتيح الحيادي. جيبي عبوه حيادي اللي رقمها 0 او اسمها محايد في لوريات. خليكم ايضا ان شاء الله كنت فكرت الرقم تاعها. تخلطيه مع الاكسيدون فقط وتحطيه على شعرك باش تفتحي المساميه، وبعد اغسلي وطبقي لون يخرج لك لون يهبل، لون ولا اروع، لون هايل. ايضا الناس اللي تخاف من تفتيح البي ان ديروا مثلا تفتيح بسيط على مراحل لانه مش راح يضركم. ديري مثلا اليوم اقعدي سمانه وعاودي تزيدي فتحيه ثم اصبغي، راح يدوم لك اللون يا حبيبتي يهبل ويخرج كما لا فوتو بالضبط. اذا عندكم اي تساؤل خلوه لي في التعليقات، والسلام عليكم.